السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلول فصل الصيف هذه الأيام ومع توافد عدد كبير من مغاربة العالم عبر ميناء بني نصار والمعبر الحدودي مع مليلية المحتلة، كنسجلوا مشاهد كتسيء لصورة بلادنا واللي تم التداول ديالها على عدد من المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. عشرات الأشخاص كيتجمعوا في محيط الميناء وفي محيط المعبر الحدودي، بعضهم كيعرض سلع ما معروفاش منين جايه ولا الاصل ديالها، وكيتباعوا للجاليه في ظروف لا تحترم لا الجوده ولا السلامه الصحيه. والبعض الاخر مع الاسف الشديد ولا كيمتهن التسول او كيحاول يستغل لحظه وصول الناس بطرق ماشي لائقه باش يستعطفهم ويحاول ينصب عليهم. هاد التصرفات ولات كتشوه المحيط ديال الميناء وديال معبر مليلية المحتلة في مدينة بني نصار، رغم المجهودات اللي بذلتها السلطات تحت قيادة عامل الإقليم السيد جمال الشعراني، إلا أن الوضع داخل أو في محيط الميناء والمعبر الحدودي ما كيبشرش بالخير. وبزاف ديال الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا بأنها باقا خدمة كثيرة خصها دار باش يتنقى هذا المحيط هذا ونستقبلوا مغاربة العالم في أحسن الأحوال. اليوم مشينا حنا للمعبر الحدودي مع مدينة مليلية ومشينا كذلك لمحيط ميناء بني نصار وخدينا آراء من عين المكان مع رئيس جمعية أرباب سيارة الأجرة الصغيرة وحقوقي بالمنطقة اللي هو سعيد أشرمتي. غادي تخليكم مع الفيديو وتسمعوا الآراء ديال هاد الناس من عين المكان. خويا رشيد نتشكريش المداخله السؤال اذا كيفاش كي كنا في ديال المداخله صفه نغشين بعد الكاتب العام التاكسيات الصغيره ذي بني نصار. بالنسبه للسؤال اش نجاوب اخويا رشيد مليش غايني خذ هذه باللي ساقت وارد غنغدا تصل الاشكاليات تصل المشاكل اللي غننتف ذانيتا تصل المعيقات زيسن إني غنيني يحرق المتشردين أنا يزنوزني وذا أنتي الحوايج واجبوذني شن حوايج واجبوذ ملايني خص هذه تيري أنتي طوعت النموية طوع مدخل أوروبا تفنت سنتي الجالية نيني خطوري الناس نداني تنصب خاسن تكن خاسن الاحتيال زكيش الجهد نغني نشين كقطاع النقل الصنف الثاني من عن خانغ باش ندفغ الميناء باش نقدم الخدمه نغي نخدم الماري المواطنين نخدم الاخوان غيدي تنزل الخارج تمارا مبريد دو كارفس زمانيني من بعد دياوض غوان مويه يخصص ديجار الباليزه الناس نقدر حوايج الناس الامتعه الناس الطاروانسي مزيانا 4 راير مويه تقريبا نيجي المسافه مغازي السنين غرثوان مويه باش هذه في التاكسي تاكسي غاية في قضية فقط مش توارم ذاني تنشين وذا نغوشين ورا الممر ورا ذا مشى ماني غنبدل المحطة وغنخشى ذا قشقة تواري الطوموبيلين وماني تجا قشقة تبدل خمام الراجلين باش زبان نغيو ذاني الموقف الخاص بيتي تاكسي وغنخشى الموقف التاكسي هذه مقرانا تقعد باركينغ عرينت الموقف التاكسي هذه مقرانا ثاني ديت مش تواري ذاني تنشين تاعنا تصل المشاكل كي وذانا كي حرقنا تقعد قوميان غطان زنوزان ذي وذان لي كارت حارقان نصب داخل وذان تقريس عران داعي عباد الله من يوتي في نحاد. بالنسبه لي غاشي نشين تفكيس نتصل المعيقات تتصل المشاكل التشويري شمارتين قسانغ الاناره ذي نديت نقسانغ فمذني غلا مجسقان السلطات العموميه تقنكيس نيجي المجهود ولكن ما كافيش لحد الان شين مجسقان غواه نمويه باش تستيفاد المواطن وزمات تستيفاد يخصش الترجي دار ديف غتكسيد بنادم الباليزه الناس تقر الناس نيخهم غتزيد نيغ ثارز نيغ وزمارتو يعني يقاري صاسي تغوان مويه غتصاصدش كذا ني تغوان مويه باش تفنت هذا اخر يخصص دنيا 400 500 متر مرض كعرفس مرض وين دقاي وقع ذانيتا مؤخرا زقام يازم الهول شين الهول الجديد المحطه البحريه الجديد شين نتفائل نقارس ثاني تديج البديره الخايف ثوف تخبرني نصاصي سجن حشد الجديد نحشد تما صفاح المواطنين غدانيتا واذا به نمتنع باش انا فلان شين للمواطنين لحد نغلي فماذا غير خو التاكسي ذواتي فنشا نهائيا قاع وادي السفوق السني حدواتي فحد خو باش تستيفاد وزما تستيفاد باش هادي فوق خاطر جي دغا برا
يعني شي خو مثلا المحطيه البحريه ثاني تغنغشين دا غادا خرج نحاش الصباح يفندين تسمى الواجهه الصباح ذويلات، ولكن اخمي غير يتقل القرارات ثمو تيرينا مون هل كن بنادم هل كن تسمى تشنيج الصوروات حريشه لا المسؤولين لا المواطنين لا يثندين بصفه عامه انت ثمين قانشين باب اوروبا في حقيقه يجني اسم يمغى، ولكن الواقع ذي جنحاشات اسم ذي جنحاشات ما يخص شي نغا خويا راشد. مرحبا بك اخويا، نتشكاريش نتمنى الاخوان الغادرين مره عطله سعيده، نتمنى يصنع عطله سعيده، نتمنى نتشكاريش بالمناسبه نتشكاري. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اشكر الموقع الالكتروني رفديه على الاستضافه ديالي من اجل ان ادلو بدلوي في سياق عمليه مرحبا والاستقبال ديال الجاليه المقيمه بالخارج. الواقع باننا كنتواجدوا عند البوابه ديال الحدود البحريه نتاع بني صار، هذه المحطه البحريه اللي مور ظهري. وفي نفس الوقت ككل سنه نطالب السلطات المغربيه باش غادي تقوم بالواجب ديالها، لانها كتعرف مزيان بان استقبال الجاليه المقيمه بالخارج وعمليه مرحبا كتكون دائما تحت الرعايه الساميه جلاله الملك، بما يبين كلنا مسؤولين على استقبال الجاليه المغربيه بجوده عاليه، وخصنا نوفروا لها جميع ظروف الاستقبال. اولا هنا كانت في مدينه بني صار اللي حنا عند المعبر الحدودي هنايا ديال المدينه، كيبان بان هناك واحد المجموعه ديال بدل استقبال الجاليه المغربيه بالورد وبالبلاكاي كنستقبلوهم بالمتشردين والمتسولين اللي كتشوفوهم هنايا مورانا هنايا، اضافه الى هناك مجموعه ديال الاشخاص اللي كيقوموا بتوقيف السيارات ما كنعرفوهمش شكون هما وشكون جابهم هنايا، واللي يمكن لهم غادي يعرضوا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج لعمليه النصب والاحتيال اللي هي جرائم كتوقع كل سنه، ماشي يعني نقولوا شي جرائم جديده ولا شي حاجه. وهذا الشيء هذا كل شيء كيعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، بما يبين بان هناك جنح اللي خص الاجهزه والمؤسسات الامنيه التابعه لوزاره الداخليه ووزاره العدل تجند كذلك من اجل الزجر ديالها. كاين مشكل ديال التشرد، كاين مشكل ديال التسول، كاين مشكل نتاع الناس هنايا كيمارسوا مهن بدون اي اشاره باش نعرفوهم، كيستقطبوا الجاليه كيديوهم عند لي زاجونس هنايا من اجل الاستقطاب ديالهم لهنايا. كامل هذه المسائل هذو كتبقى مسائل خطيره ويجب الحد منها. اضافه على ذلك الا كتلاحظوا من هذا الجانب هذا كتلقي بان هناك واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كيبيعوا دي برودوي منتوجات وهي كلها منتوجات مزيفه لماركات عالميه. غير هذه راه جريمه في حق الصناعه الفكريه، والقانون المغربي ضبط هذه المساله هذه، ولكن الجاليه المغربيه اللي كتعرض هنايا لعمليه النصب والاحتيال حتى في المنتوجات، شكون اللي غادي يحمي هذه الجاليه؟ شكون اللي غادي يعاونهم؟ شكون اللي غادي يوقف معهم؟ هذه مسؤوليه ديال السلطه، هذه مسؤوليه ديال السلطه. وحنا كمجتمع مدني ننبه المؤسسات العموميه. مثلا هذا النهار هذا دابا جاي الباطو، كيف كتلاحظوا بان جاي الباطو، العناصر الامنيه هنايا اللي من القوات المساعده وامن وطني كنشكروهم دايرين الخدمه ديالهم في هذه المنطقه هذه، وكيقوموا بابعاد ما يستطيعون عنه، لان كاين دو مونك ديفيكتيف ما يستطيعون الى السيكتور الاخر، لان هذه المنطقه هذه مفروقه على جوج، كاين منطقه مينائيه وكاين منطقه نتاع مدينه بني صار، وهما هنايا دابا في ديك المنطقه راهم لاحوا كيجراو عليهم باش يمشيو للمنطقه ديال بني صار. هذا المشكل خطير، هذا المشكل خصو يتوضع له حد، وما يقدرش يتوضع له حد بالاسلوب ديال الترحيل او باسلوب ديال الاخر. يجب ان تتدخل النيابه العامه في هذا المجال هذا، والاحاله هاد الناس هادو على النيابه العامه باش تطبق فيهم القانون ديال الحق العام، باش تطبق فيهم الحق العام، باش هاد الناس كل واحد يشد الدقار ديالو ويبعد للجاليه المقيمه بالخارج هنا عند المعابر والترصد بهم هنا عند المعابر الحدوديه. كل شيء هذا علاش؟ كل شيء هذا نتاج على فشل السياسه ديال الوكاله الوطنيه للموانئ وقبطانيتها اللذان ما يقدروش يوفروا الامكانيات اللازمه في هذا المجال هذا من اجل استقبال الجاليه. تحياتي لكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.